حاسه ان انت بجد يعني قدمتيها بشكل كويس ومبسوطه من ادائك؟ بص، اصعب شخص التلاتة والله العظيم صعبين جدا. يعني تخيل مثلا انت مثلا قعدت 15 يوم بتروح مسلسل سقوط حر، والمسلسل ده كل يوم بتروح المستشفى الساعة 9 الصبح بتخلص الساعة 2 بالليل، يوميا في مستشفى العباسية بتدخل العنبر فكان متعب جدا ان انت برضو تعمل شخصية واحدة مش طبيعية، وفي نفس الوقت ما انتش بتصوت ولا بتطلع حاجة، انت بتعمل واحدة طبيعية بس مكتوم جواك، مش طبيعية مكتوم جواك. وانا دايما بقول ان الشخصيات اللي هي بتبقى مش طبيعية دي بتبقى صعبة، وخصوصا لو عملتها من سكة الطبيعية جدا. انا مش بعمل ان انا مجنونة، لا، ده انا يا جماعه انا في خلل، انا قاعده قدامكم وبتكلم عادي بس انا فيا تريكات كده مش طبيعيه. ده بالنسبه لكلمه سير كانت صعبه جدا. ابو البنات لسقوط حر. ابو البنات كانت شخصيه بحبها بصراحه، كانت لذيذه فيها حاجات مني كده وفكه، نقول ما كانتش صعبه بالنسبه لي. ما كان مش وحش يعني، ما كانتش صعبه وكانش فيها تنشن. كلمه سير كانت صعب جدا لان طول الوقت مطاردات وعربيات واكشن، واطارد هشام واتخانق مع هشام واطلع لهشام، الاستاذ هشام طبعا نجم مع حفظ الالقاب، فعماله طارد في الشخصيه طول الوقت واعمل انتقام وشر وبتاع. لا تعبت. وفي مره نازله وعامله بقى، يمكن انا قلت قبل كده، عامله احمد السقا فيها بتاع بقى، ونازله بالعربيه وعماله اطير وايه، وهم بقى فاكراهم بيصوروني وانا بعمل اكشن في شارع تاني والكاميرا في شارع تاني، وسويت المخرج انت بتعملي ايه؟ فالحمد لله يعني كان في حاجات صعبه لحد ما في كلمه سر، بس الحمد لله يعني الحمد لله. بالنسبه مثلا عايز اقول لك نفسي، يعني عايز اتكلم عن اللبس، ودي معلومه انا اجهلها يعني غلط مني، اللي هو اعرف ان الانتاج هو اللي بيصرف على كل حاجه. لا ده غلط، ده مش حقيقي. لا مش حقيقي. يعني في الشخصيه السعوديه بصراحه الانتاج كان متحمل، عند الجروب كان متحمل اللبس. في كلمة سر لا، أنا المسؤول، يعني لبس المودرن بتاعنا اللي هو ده بالنسبة لي بيبقى بسيط، تعرفي تتصرفي. لا مش بسيط، اللبس المودرن أنا مش بتكلم على أغلى أو كده، أنا بتكلم على إن أنت حتى لو لا بسيطة. المودرن بيتحمله الممثل، المودرن دي معروفة. يعني أي لبس مودرن عموما بيتحمله الممثل. اللبس اللي هو تاريخي أو فلاحي أو صعيدي الإنتاج عموما يعني. قصة وجودي مع الفنانة نيللي كريم ونفس الكلام مع لطيفة، يعني هو سؤال مختلف. نيللي كريم قدمت كذا مرة أدوار نفسية، وأنت بتقري طبعا عارفة إن النجمة نيللي كريم في المسلسل، نجمة المسلسل بيتكلم عن المرض النفسي، فطبعا الناس كلها كلمت فيها كآبة. تاني فكان في حالة من طبعا ده ما حصلش، طبعا مسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية. حالة من اللي هو ايه، الناس قالت هي هتدينا كآبة تاني، احنا زهقنا مش هنتفرج. ده ما خليك انت ما قلتيش كده انا مش هعمل كده، لان هي يعني مثلا هي بتكرر نفس الشخصية مثلا او بتكرر نفس الموضوع. بص انا من وجهة نظري هي ما كررتش. ليه؟ لان هي لما لعبت اللي هو طبعا، وهي برضو قادره ان هي ترد على السؤال ده، بس انا برضو هرد من وجهة نظري. هي السنه اللي فاتت عملت عن الادمان. الادمان دي هي الموضوع ده، الموضوع بتاعها ده ما مسنيش لان انا ما عنديش حد من اسرتي مدمن او شفت حاله، فالموضوع ما كانش بالنسبه لي يعني بان هو كان قوي ومؤثر. مسك فئه معينه، فئه المدمنين واللي الدنيا كانت بايظه معاهم من كتر الشرب ومست قوي، فهي لعبت على فئه وصلحتها، فكانت بالنسبه لهم دي فئه موجوده وليها قاعده عريضه. السنه دي لما جت عملت فئه الناس المريضه نفسيا. فالمريضه النفسيه في ناس عندنا في بيوتنا اهلهم او حد من قرايبهم او من عيلتهم بيتعالج نفسيا وفي مصحات او موجود وعايش معاهم، بس هم مش بيتكلموا او مش بيصرحوا بكده. فدي فئه بتمس برضو ناس، برضو هي ما مستنيش او ما عنديش كده، بس في ناس بتشدهم الموضوع ده. وانا بقول عموما احنا قاعده الامراض النفسيه دي عندنا موجوده كلنا في حياتنا، احنا نفسنا مرضى نفسيين، بس انما بنلاقي ان الموضوع خرج عن اطار
بقى خلاص. يعني انا مثلا اهو انا عندي مرض نفسي، بس المرض النفسي ده ابتدى يأذي حسين، فابتدوا يدخلوني المستشفى لان المرض النفسي ده ابتدى يأذي اللي قدامي خلاص. فهي فئة، يعني هي خطبة مختلفين وخطبة فئة. يعني برضو حسين ما هي خطبة فئة، في فئة هي الست لما بتيجي بتناقش موضوع لكل فئة. وانا بعتبر يعني ان النجمة نيلي كريم ماشية في نهج صح. ليه؟ لان انت الفترة اللي فاتت ما عندكش نجم بيصلح. يعني الفترة اللي فاتت ما عندكش نجم بيصلح حاجة في المجتمع. يعني كله بيطلع لا اما يهزر، لا اما يضحك، لا اما يتمنظر بلبسه، لا اما يعمل، مش هقول كله بس فئة كبيرة. لكن فين النجم اللي بيعمل حاجة تصلح المجتمع؟ انا مش لاقيها لغاية دلوقتي يعني. فهي ماشيه، انا شايفه من اطار، يعني هي ماشيه في اطار صحيح بقى، سواء الناس تقول بقى الكلام بتاع الاكتئاب او كده، انا مش عارفه. السؤال ده قريب من سؤال تاني عايز اساله بخصوص فنانه لطيفه او المطربه لطيفه. اول ما اتعرض برضه عليكي فكده لطيفه هتمثل. لا ما هي اساسي انا شخصيا انا كحسين مثلا مش حابب اتفرج من الاول بشكل عام. انما ممكن بعد ما اتفرج على الحلقه اقول ايه ده دي ابدعت مثلا، او بجد لا دي ممثله موهوبه. فانت ما جاتيش احساس ان انا لا انا هرفض عشان خاطر دي مطربه بالعكس، يعني انا كنت مبسوطه اول حاجه لما اتقال لي لطيفه ان انا هقف قدام لطيفه. يعني انا بحب لطيفه على مستوى ان هي نجمه كبيره في الغناء. فلطيفه بالنسبه لي حدث ان هي تمثل، وانا اول ما تمثل ابقى انا قدامها، فانا كنت مبسوطه جدا. كان في تجربه سابقه لشيرين عبد الوهاب، والتجربه دي نجحت جدا. طريقي. والنجمه لطيفه مش هتطلع نفسها تحت اي بند، هتذاكر، انا واثقه مفيش. يعني هي مجتهده جدا جدا، عندك ثقه فيها جدا جدا. وهي فعلا يعني انا كنت بشوفها يا جماعه بتعمل حاجات فوق طاقتها. يعني لدرجه ان هي مثلا لما كنت واقفه واضاءتي غلط تقولي خدي اضاءتك. كان لما كنت انسى تقولي بصي هي الكلمه كده، يعني لما كلمه تتلعثم قولي مات خلاص مات وتحفظني. هي كانت مجتهده فوق وعايشه. يا حياه، ما بتناديش يا حياه، مفيش ياسمينه دي خالص. يا حياه تعالي اقول لك حاجه، يا حياه روحي، يا حياه مش عارفه ايه. فطول الوقت هي عايشه مش وحابه جدا التمثيل. وهي عندها كاريزما ممثله على فكره، وانا بقولها لا الست دي عندها كاريزما ممثله وعندها، بس عارف انت بقى هي منها متفوقه في مجال تاني الغنى ده. فممكن يكون هو اللي ما ببينش في حته الممثله، لكن هي عندها الموضوع ده حلو قوي.